السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 138 في عمر الفراخ بتاعتنا البلدي والهجيني والبياض. اول حاجة بقى يا جماعة انا اول ما فتحت لهم شوية ذرة ابيض واللهم صل على سيدنا محمد. عملت لهم العيش ده اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هما اكلوا منه كتير، ماشي. ما نخليش فيه نسبة مية خالص، عشان لو خليتي فيه نسبة مية لحد تاني يوم او لحد يعني سبتيه لهم كده ممكن يبوظ وما ياكلهوش بعد كده. فانا بنعمل فانا لازم نعصره لهم كويس جدا ونرميه بقى ليهم كده عشان ياكلوه على الفرشة بتاعتهم او المكان الاكل بتاعهم. بصوا بقى يا جماعة، في حاجة في السوق كده اسمها كزب بتاع الناس بتجيبه كعلف للمواشي وكده يعني. فاللهم صل على سيدنا محمد. الشكارة ب160 ماشي. طبعا لا تقارن بسعر العلف والحاجات دي. في ناس بتجيبها لتسمين الفراخ ماشي، بس لو عندها فراخ بياض ما بتجيبهمش يعني. انا عاوزه اجيب لهم شويه كده للتسمين. تسمين الفراخ دي اجيب لهم شكاره واحده، وبعد الشكاره نشوف هنختار منهم كم الحاجات اللي احنا هنذبحها ونسيب الباقي، بحيث ان احنا نستفيد منهم يعني يبقى لحمهم كويس يعني. وبالنسبه للفراخ اللي هي البياض بعد كده بقى نبقى احنا نتصرف معاهم في الخلطات بتاعتهم لما يكون ما عندناش الا هما، عشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد، علشان خاطر يعني نبقى سمينا الفراخ شويه. انا بقى بفكر اجيب لهم شكاره ان شاء الله، هتمشي معايا الدنيا شويه وتخلي الفراخ تزيد معايا شويه. نعمل لهم حملة تسمين كده، لان انا كمان كنت جايبه لهم ذره، والذره خلاص قرب يخلص مع يوم ولا 2 يبقى عملنا اللي علينا. بالنسبه بقى للحمام عاوزين نجيبوا له اكل مخصوص ليه الفتره اللي جايه، بما ان احنا عندنا زغاليل وحاجات من دي. فاللهم صل على سيدنا محمد، الزغاليل محتاجه ان انت تجيبي اكل للحمام عشان ناكلوه. نجيب لهم اكل ياكلوه عشان يعرفوا يظبطوا الحمام. برضو ممكن نجيب لهم اكتر من حاجه. ممكن نجيب فول مدشوش، وممكن نجيب ذرة اصفر او دشيش او علف عادي، علف التسمين العادي. فنهتم بيهم بقى في الاكل وفي الحاجات دي، سواء عندك فراخ سواء عندك حمام سواء اي حاجه. طبعا انا عاوزه اجيب يا جماعه بطايه او بطايه وذكر يعني في المكان هنا. لسه مش مقرره قوي، بس انا في ناس قايله لهم يعني، فمش عارفه نجيب مع الفراخ والحمام والحاجات ديت ولا لا. مش عارفه ساعتها هيبقى شكلها يعني، اكلهم هيبقى عامل ازاي يعني، كتير يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هنشوف لسه الموضوع ده. حاسه ان الفراخ سقعانه ومحتاجه شمس، مش عارفه. الشمس مهمه خالص طبعا ليه. انا فاتحه لهم والله شباك اهوت عشان الشمس، بس انا حاسه ان هم محتاجين شمس، محتاجين يتمشوا، محتاجين يشوفوا الدنيا كده يعني، مش عارفه، محتاجين يتعرفوا على كل حاجه. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.